مرحبا بكم في فيديو جديد. لكن قبل البداية من فضلكم لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم. رغم العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على المارد الروسي بسبب تداعيات الحرب، حيث يرتقب أن تشارك الجزائر في تدريبات عسكرية جديدة مع روسيا بهدف تعزيز التعاون الحربي بينهم، وتنخرط الجزائر في هذه المناورات الجديدة التي لم يتم تحديد تاريخها بعد من طرف وزارة الدفاع الروسية قصد التمرن على التحركات التكتيكية. وأثار التقارب الجزائري الروسي في مجال الصفقات العسكرية على وجه التحديد توجس المنظمة الدولي اعتبارا لتورط موسكو في اندلاع الحرب التي انعكست بالسلب على الأمن الغذائي والطاقوي العالمي. لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تشبت رغم ذلك بالشراكة مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وغاب الرئيس الجزائري عن القمة الأمريكية الإفريقية، الأمر الذي أرجعه عدد من الباحثين السياسيين إلا رفض الجزائر للضغوط الأمريكية الرامية إلى عزل روسيا، وهو ما سيسهم بالتأكيد في توتر العلاقات مع القطب الأمريكي، وما أرجح أن الجزائر أصبحت قوة إقليمية وقوة ضاربة